إلا عندك الجهوي ولا الوطني، المهم عندك أي امتحان، في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك كيفاش تصاوب البروغرام ديالك، وغادي نبارطاجي معاك كيفاش تتعامل مع راسك في هاد لابيريود اللي بقات امتحانات. دابا كلشي من هيك كلشي كيقلب على كيفاش انا بريباري. غتخرج من هاد لا فيديو والله الا غتستافد، نعطيكم شي معلومات ما عمركم سمعتوها في شي فيديو. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا متنساوش لايك بارطاج كومونتير، بقى لينا والو نوصلوا لجوجكا سبسكرايب. تلاقاو مورا الانترو. الفيديو ديالنا غادي يتقسم لجوج المراحل، يعني المرحله الاولى ولا النقطه الاولى غادي نهضروا فيها على كيفاش تعرف البرنامج ديالك، يعني كيفاش تصاوب البروغرام ديالك اللي غادي يتناسب ليك. وفي المرحله جوج غادي نعرفوا كيفاش تتعامل مع راسك في ديك لابيريود اللي بقات، سواء الجهوي سواء اي امتحان. المهم كيفاش تتعامل مع راسك، يعني كيفاش تنعس، كيفاش ما تملش من القرايه. داكشي اللي غنشوفو في هاد الفيديو ان شاء الله. نبداو دابا بالنقطه الاولى بعنوان كيفاش تعرف البروغرام ديالك. اول حاجه خصك ديرها باش انك تصاوب البروغرام ديالك، اللي هو خصك انك تمشي تسول الناس اللي ناجحين في داك المستوى. مثلا انت كتقرا في السيتي، تمشي تسول الناس اللي جابوا نقاط مزيانين، تسولهم بالاخطاء اللي داروا، ما تسولهمش كيفاش بريباراو كيفاش داروا هادشي، تسولوا على الاخطاء اللي داروا باش انك ما ترتكبش داك الاخطاء. حاولوا تسولوا بزاف تاع الناس وتاخذوا بزاف ديال المعلومات، وسولوا الناس اللي جابوا 18 19 النقطه اللي نتوما بغيتوها. تاني حاجه انك خصك ديرها، تمشي لليوتيوب غتنوضي الماده اللي عندك فيها مشكل. خليتو مثلا عندك مشكل في اللغه الفرنسيه، غتمشي تدخل اليوتيوب تكتب القوالب ديال الماده الفرنسيه، مثلا المنهجيه كيفاش انك توجد ليها. المهم تعرف على ديك الماده، كل ماده خص انك تقلب عليها، تعرف القوالب ديالها، تعرف كيفاش كيجاوبوا عليها باش انك تاخذ النقاط. ثالث حاجه اللي خصك انك ديرها، تشوف الماده اللي عندك فيها مشكل. مثلا انت عندك المشكل في الحفظ، خصك تعرف كيفاش تتعامل مع دوك المواد، بحال مثلا الاجتماعيات، العربيه، الاسلاميات. هادو مواد تاع الحفظ وتاع الفهم، وعكس الماده تاع الفرنسيه اللي كتبغي الفهم اكثر من الحفظ. فاش غتجمع هاد المعلومات كاملين، غتاخد واحد الورقه تكتبهم فيه، تكتب اي حاجه خديتيها، اي حاجه معلومات تعلمتيها تمشي تكتبها في شي ورقه. فاش كتكتبها في ورقه تزيد ليها شنو هما الحوايج اللي ما كيخليوكش انك تبريبار، بحال مثلا التليفون، بحال مثلا لي ريزو سوسيو، بحال المهم شي حوايج ما كيخليوكش انك تبريباري تكتبهم. كون ما كتبتي بزاف كون راه مزيان صافي. فاش انك تكتب هادشي كامل، يعني انت راك البروغرام ديالك راه ناضي، غتمشي تاخد شي ورقه بيضاء ومشي ورقات كيتها تصاوب البروغرام ديالك. وحاولوا البروغرام يكون على ديك المده اللي بقات الجهوي، وحاولوا انكم تقسموها. مثلا الجهوي بقات ليه 60 يوم، تحاولوا تقسموا تصاوبوا بعد بروغرام تاع 60 يوم، يعني الاهداف اللي انكم خصكم انكم توصل لهم. وفاش غادي تكتبوا هاد الاهداف مثلا هادو، غادي تقسموا هاد 60 يوم ل 30 يوم مثلا، ولا 15 يوم، ولا 7 ايام. المهم تشوف انت البلان اللي مناسب لك. نعاود لكم انا كيفاش كندير. انا مثلا البروغرام اللي صوبت انا اللي هو عندي 60 يوم، قسمته 15 15 15 15 يوم. يعني 15 اليوم الاولى خصني نوصل فيها شي حاجه، مثلا واحد الهدف. 15 يوم الثانيه نوصل ليها واحد الهدف. 15 يوم الثالثه. المهم تقسم داكشي ديالك. انا غنوصلوا نهايه الفيديو. الا عجبك بحال هاد الفيديوهات قولها لي في لي كومونتير. كنعتذر بزاف على انني قبرت على اليوتيوب. المهم هادشي اللي كان في هاد الفيديو. منساوش لايك بارطاج كومونتير. واحد الحاجه، اي حاجه تعلمتيها في هاد الفيديو كتبها في ورقه، كتب كتب كتب، طبق هادشي كامل اللي كاين في هاد الفيديو، غادي يعاونك بزاف. ما تنساش لايك بارطاج كومونتير. نلقاو في الفيديو الجاي.